سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وتكون صحتكم بخير وعلى خير. اليوم جيت وجبت لكم البسكوي غولي اللي درنا به غير كيما هذيك الباتيسري، جبته لكم في وصفه وحده باش اللي حبت ترجع ليه وحده بلا ما تشوف الوصفه كامل. بسكوي هذا يا البنات بزاف خفيف ريشه، والله العظيم غير من انجح لي بسكوي غولي اللي جربتهم. اول حاجه لازم الفرن تاعكم يكون سخون مليح، كي تبداو تخدموا ديروا الفرن تاعكم يسخن على 180 درجه. ثاني حاجه البيض تاعكم لازم يكون بدرجه حراره المطبخ، ماشي تروحوا تجبدوه من الفريجيدير وتبداو تخدموا به ديريكت، لا لازم يكون بدرجه حراره المطبخ. هذوما من اسرار نعطيكم كما نقولوا اسرار النجاح تاع البسكوي. بون البيض واش عندنا هنايا 4 حبات تاع البيض، عندي 120 غرام تاع السكر، عندي قرصه لاليفيغ ومغرفه صغيره تاع لافاني. نضرب مليح حتى لو يتضاعف لي الحجم تاع الخليط ديالي ويولي اللون تاعو ابيض، ونوليو كي نديروا الشكل بهذاك الخليط هذاك يرسم لنا شكل، يقعد هذاك الشكل كما نقولوا على حاله، ماشي يروح لنا تمتم. ومن بعد نجيب هنايا 40 غرام تاع الزيت او 40 مليلتر تاع الزيت. الكاس تاع لاتاي رايحه تجيكم فوق النص بشويه. 40 غرام تاع الزيت. البنات الميزان مهم في هذه الوصفات، نقدر دوكا نمد لكم بالكاس، بصح كل كاس وكيفاش، كل مغرفه وكيفاش يتسمى مليح يكون عندكم الميزان. بالنسبه للفارينه عندي 130 غرام تاع فارينه، درت عليها 5 غرام تاع لا لوفور شيميك اللي هي خميره كيميائيه، ندخلها على 3 مرات ونقعد نطلع غير هكذا من تحت للفوق غير بالعقل باش ما نحبطش هذاك لو فوليوم اللي درتو بالباتور مقبله. كيما راني نستخدم الفوي، دو بريفيرونس تخدموا بالفوي. شفتوني دخلت الزيت مليح بالباتور ومن بعد زدت الفارينه على 3 دفعات مع لا لوفور. ومن بعد جبت هنايا سنيوه تاعي، المقاس تاع السنيوه هو 30 على 40 لهاد 4 حبات تاع البيض اللي درناهم. دهنته بالزيت باش من بعد يسهل لي انه نحيه من البسكوي غولي. نسوي البسكوي تاعي كامل هكذايا، الخليط تاعي تاع لا جينواز نسويه كامل هكا في سنيوه، ومن بعد نخبطوه هكذايا شويه وندخلوه يطيب على 180 درجه. رايح يشد لكم من 10 دقائق حتى ل 12 دقيقه. شوفوا البنات شحال خفيف البسكوي تاعنا، والله العلي العظيم غير من اروع لي بسكوي اللي جربتهم. نتمنى تعجبكم الوصفه وتجربوها، ونقول لكم ادعموا حبيبتكم واشتركوا في القناه. انا نقول لكم هنايا نتلاقاو في وصفه قادمه ان شاء الله، تبقاو على خير.